بس أهل الجزيرة رفضوا الخضوع، وانتهى الحصار بانتصار أهل الجزيرة، وحصلوا على غنائم كتيرة جدا من السفن والأسلحة اللي قرروا يبيعوها ويبنوا تمثال يخلد نصرهم على أتباع الإسكندر الأكبر. وأصبح التمثال أحد عجائب الدنيا السبعة القديمة، واللي بيعرف بتمثال جزيرة رودس. التمثال على هيئة إله الشمس هاليوس. طول التمثال كان 32 متر، وكان عند مدخل الجزيرة، وكل السفن اللي داخلة الجزيرة لازم إنها تمر بين رجلين التمثال، وإيد التمثال كان فيها شعلة تهتدي بيها السفن ليلا. وسنة 222 قبل الميلاد ضرب الجزيرة زلزال وقع جزء من التمثال، وفضل التمثال نصه قائم ونصه محطم لحد ما اتفتحت الجزيرة على ايد الخليفة